اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت قايمه النهارده ومالكيش مزاج تعملي اي اكل كده، اعملي زي انا اتغديت غدا سريع كده. كان عندي بطاطس فرن فريتس، رحت محمره شويه كده وجبت علبه تونه، رحت فاتحاها وبدأت اللي انا احط عليها شوية خل وشوية ليمون، شوية ملح، شوية فلفل اسود، حابين تحطوا كمون حطوا شوية زيتون، اي حاجة بقى حابين تحطوا فلفل. في ناس بتحط بتعملها سلطة التونة، تحط بصل وطماطم وتعملها زي الرنجة كده بالظبط. بس انا بحب ان انا احط بس عليها ليمون وخل وفلفل اسود ورشة ملح كده بسيطة، رغم ان هي ملحها مظبوط بس انا بحط رشة ملح كده بسيطة. وبالزيت بتاعها طبعا، لان الزيت بتاعها هي اصلا بزيت زيتون يعني حلو نضيف، فما بصفيش الزيت بتاعها. وبحط عليها شويه زيتون زي ما قلت لكم. اوقات بحط عليها فلفل، في ناس بتحط بصل وطماطم، انا مش بحبها بالبصل والطماطم. وحطيت كده، وحطيت علبة التونة وظبطتها كده وخليت زي ما انتوا شايفين شكلها حلو ازاي. وطبعا قليت شوية بطاطس كده محمرة من الفرن فريتس، دي حلوة قوي، قليتها جنبيها. طبعا ده كان بالنسبة لي احلى غدا ممكن اكله كده سريع، وفي نفس الوقت ما وقفتش ولا تعبت ولا عملت حاجات كتيرة، وفي نفس الوقت كلت كتير جدا لان انا بحب التونة وبحب البطاطس المحمرة جدا جدا. بصوا منظرها عامل ازاي وهي بتطلع مقرمشه، وفي نفس الوقت مقرمشه من بره وطريه من جوه و... وبتاعت سادية دي حلوة. طبعا الناس اللي في مصر طبعا مش محتاجين ان هم يجيبوا الكياس البطاطس دي، لان اصلا البطاطس بتاعتنا العادية حلوة جدا، فمش محتاجين يقلوا كده مقلاية بطاطس كده كبيرة واعملوا جنبيها شويه تونه. طبعا لو انتوا التونه طبعا صعب عندكم، مش هقول لكم ليه، ممكن تعملوا جنبيها طبق رنجه كده وتاكلوا احلى غدا. ممكن تعملوا او بلاش رنجه، ممكن جبنه قديمه، يا سلام جبنه قديمه مع شويه طماطم كده وطحينه وفلفل وقرن فلفل وكده، وتاكلوا احلى غدا من الغدوات السريعه. احنا بما ان هنا طبعا في ليبيا مفيش جبنه قديمه. في ناس والله دلوقتي بتجيب كل الاكل المصري هنا، بس انا ما كانش متوفر عندي. بس انا جبت الرنجه من هنا من نوع حد مصري يعني. فانتوا في مصر ممكن تاكلوا جبنه قديمه، ممكن تاكلوا رنجه، تاكلوا اي حاجه سريعه. حبيت اديكوا غدا سريع كده بما ان الجو حر قوي قوي، فمش قادرين ان احنا نقف نعمل اكلات كتيره. فانا بالنسبه لي ده كده احلى غدا بالنسبه لي. وانتوا زي ما قلت لكم اعملوا برضو كده حاجات سريعه، ما تقفوش في الحر ده كتير. وفي نفس الوقت الاكلات دي بتفتح النفس والله، بتاكلوا فيها اكتر ما بتاكلوا في الطبايخ واللحوم والفراخ والكلام ده كله. انا بالنسبه لي الاكل ده احلى بكتير. فاتمنى يكون فيديو كده سريع وبسيط وحاجه كده بسيطه عجبتكم. انا قلت اديكم فكره وتحضروا معايا الغدا، تعالوا كلوا معايا.